أهلا بكم أعزائي المستمعين والمتابعين في فقرتكم الأسبوعية من بريس. سوف نستعرض لكم في فقرة هذا الأسبوع صحيفة المدن الإلكترونية، القدس العربي، موقع درج، العربي الجديد، العرب اللندنية، وصحيفة البيان الإماراتية. أهلا بكم مجددا. نستهل جولتنا الأسبوعية اليوم مع أبرز ما تداولته صحيفة المدن الإلكترونية، حيث نشرت ضمن صفحتها عرب وعالم مجموعة عناوين نختار منها: ماكرون أقنع ترامب بالبقاء في سوريا، والبيت الأبيض ينفي. وأيضا نقرأ: منظمة حظر الكيماوي تبدأ تحقيقها في مجزرة دوما. بينما نشرت ضمن صفحتها المختصة بالمقالات مجموعة عناوين نذكر منها مقالة أتت بعنوان: ترامب يشعل حربا ديمغرافية، وهي من كتابة الصحفي محمد العزيز. فيما كتب الصحفي بسام مقداد مقالة بعنوان: قمة نواطير سوريا. كما ونشرت الصفحة الثقافية مجموعة مواد نذكر منها: جورجيت جبارة حينما خلعت تنورة الباليه لتقول أنا جورج. وأيضا مادة أخرى بعنوان: كعكة، سينما باكستانية للتطهر من الذنب. وننتقل معا إلى أهم ما ورد من عناوين خلال هذا الأسبوع ضمن صحيفة القدس العربي، حيث نقرأ ضمن صفحة الرأي المختصة بالمقالات مقالة كتبها الصحفي بكر صدقي بعنوان: جولة جديدة من الصراع الدولي على الأراضي السورية. فيما كتب الصحفي بسام البدارين مقالة بعنوان: عرب على رصيف الحلم التركي. لننتقل إلى صفحة الثقافة ونقرأ مجموعة من المواد الثقافية المتابعة، نذكر منها: الهيئة العربية للمسرح وجامعة ابن طفيل، أفق علمي تشاركي لخدمة المسرح العربي. ونذكر أيضا قسوة الواقع المغربي وتناقضاته في مجموعة غيبوبة على منظر ساقط لمحمد مبارك. ونشر موقع درج الإلكتروني خلال هذا الأسبوع مجموعة من المواد نذكر منها في قسم الترجمات ضمن الصحيفة: جون بولتون، المشهد في سوريا قضية ثانوية. بينما نقرأ ضمن صفحة سجال: فيكشن، حين حلم أمين الجميل حلما رائعا بحافظ الأسد. لننتقل إلى صفحة تحقيقات ونقرأ مجموعة مواد نذكر منها: أي منهما نشرب، الماء أو الماس. كما ونشرت صحيفة العربي الجديد مواد عدة ضمن هذا الأسبوع نذكر منها وضمن صفحة المنوعات: ضربة استعراضية ثلاثية على سوريا بحسابات ترامب الشخصية. ونذكر أيضا مقالة أتت بعنوان: الأسد ليس صدام، وهي من كتابة الصحفي معن البياري. فيما كتب وائل قنديل مقالة بعنوان: قمة القدس أم قمة تل أبيب. ونقرأ ضمن صفحة الثقافة: عفاف طبالة، هكذا كتبت السمكة الفضية. ونقرأ أيضا: أيام الفيلم المغاربي، أحلام المهمشين في السينما. وننتقل إلى أهم ما ورد خلال هذا الأسبوع في صحيفة العرب الصادرة بلندن، حيث نقرأ ضمن صفحة المقالات مقالة أتت بعنوان: الأرقام تؤكد أن معركة أردوغان لكسب ثقة المستثمرين بلا جدوى، وهي من كتابة الصحفي أتاباي شانلي. بينما كتب الصحفي علي الأمين مقالة بعنوان: تغيير رأس النظام السوري أو المزيد من الاستنزاف الروسي. لنقرأ ضمن صفحة الثقافة: خطاب روائي في هشاشة الهوية والتلاعب بالوعي. ونقرأ أيضا: فيلم عن أم كلثوم يفتتح المهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس. ننهي جولتنا الاستعراضية اليوم مع أبرز ما تداولته صحيفة البيان الإماراتية، حيث نقرأ ضمن صفحة الثقافة: دبي للثقافة تطلق نادي حتى الفني الإبداعي. ونقرأ كذلك: السعودية تتوج أبطالها في تحدي القراءة العربي. لنقرأ ضمن صفحة الكتب مجموعة متابعات نذكر منها: خليل الصويلح، أعتز بجائزة الشيخ زايد لنزاهتها وتميزها. ونقرأ كذلك: عاطف أبو سيف، الأدب الجيد عابر للزمن. بينما نقرأ ضمن صفحة المقالات مجموعة مواد منشورة نذكر منها مقالة أتت بعنوان: تجديد طرق مواجهة الأخوان، وهي مقالة كتبها الصحفي محمد الشحي. فيما نقرأ للصحفي عبد الرحمن الراشد مقالة بعنوان: دخول إسرائيل في سوريا. اخترنا لكم هذا الأسبوع مقالة منشورة على صفحات العربي جديد بعنوان: الأسد ليس صدام، وهي مقالة من توقيع الصحفي معن البياري.
يدور المقال حول التشابه فيما بين سيناريو الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين على يد جورج بوش الابن وبين بشار الأسد الذي يحاول ترامب الأمريكي جاهدا في اقتلاعه من الحكم من خلال توجيه أصابع الاتهام بالإرهاب، وهو ليس اتهاما بقدر ما هي حقيقة. هكذا تقول الأحداث المارة في سوريا على الأقل إنجاز التعبير هنا. ولنسلط الضوء أكثر على المقال توجهنا بسؤالين للصحفي الكردي السوري آلان حسن. يتابع المقال المنشور أستاذ آلان قضية أن بإمكان ترامب أو أمريكا إسقاط النظام السوري دون حرب، كيف يمكن ذلك برأيك وهل هذا الكلام صحيح؟ طبعا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما كل الإدارات الأمريكية السابقة تستطيع إسقاط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، لكن ماذا بعد هذا الإسقاط؟ الولايات المتحدة الأمريكية عبر إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن أسقطت نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 21 يوما، لكن هل استتبت لها الأمر؟ بالتأكيد لا. بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إسقاط النظام اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب، لا بل كانت الحكومات العراقية المتعاقبة أداة في يد إيران وإلى الآن. أمريكا تعتبر أن العراق هو درس لها الآن. هي تستطيع إسقاط النظام في سوريا، لكنها تفكر بما بعد النظام. هل النظام القادم سيكون مواليا للولايات المتحدة؟ هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل أمريكا مترددة في رمي بكل ثقلها لإسقاط النظام السوري. هل حماية الأسد لإسرائيل وعدم خدشها بحجر يساعد في إطالة أمد بقاء الأسد في الحكم وكيف؟ طبعا الحكومة السورية لا تحارب إسرائيل في جبهة الجولان بالفعل، يعني منذ حرب 67 إلى الآن الحكومة السورية لم تحارب إسرائيل إلا في حرب تشرين في عام 1973، لكنها تحارب إسرائيل في أماكن أخرى من خلال دعمها لحلفائها مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين حتى العام 2011. لذلك لا يمكن القول أن الحكومة السورية هي تحمي إسرائيل. نقول إنها تحارب إسرائيل ليست بطريقة مباشرة. هذه المعادلة بين الحكومة السورية وبين إسرائيل، يعني عدم التصعيد المباشر بين الطرفين، هل ساعد ببقاء النظام؟ أكيد هو من الأسباب التي تجعل الحكومة السورية غير قابلة للاستغناء عنها أو بحاجة إلى بديل أفضل لإسرائيل أو للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا هو سبب من بين عدة أسباب ساعدت على بقاء النظام السوري إلى الآن. وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين لنهاية جولتنا الصحفية لهذا الأسبوع. إلى أسبوع قادم أتمنى أن تكونوا بخير.